بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة ولا أجمل ولا أحلى، أكلة تحفة. تقدري تقولي عليها مسقعة بالبيض والجبنة الموتزاريلا، تقدري تقولي عليها شكشوكة بالبتنجان، بس حقيقي أكلة ملهاش حل. اللي هيدوقها من ايدك هيطلبها منك كل يوم. بس لو عجبتك ما تنسنيش سبسكرايب، لايك، شير عشان الفيديو يترفع يوصل لأكبر عدد ممكن، وكمان كومنت يفرحني. وتعالى عشان أقولك اتعملت ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. أنا عاملة الأكلة دي على قد فردين، أنت عايزة زودي براحتك. أنا جبت بتنجانتين شكلهم حلو كده وبيلمعوا كده وشكلهم جميل، وغسلتهم كويس وهبدأ أقشرهم. أهي هقطع الحتة اللي فوق كده وهقشر البتنجانة بتاعتي. في ناس بتحب تعمله بقشره، براحتك، بس أنا بحب أقشره. عايزة تعمليه بقشره مفيش مشاكل. أنا كده هي قشرت البتنجانتين أهم. هخرطهم كده بقى مكعبات، مش شرايح زي ما بنقليه، لا، المرة دي هنعمله مكعبات، بس مكعبات كبيرة شوية، لأننا كلنا عارفين البتنجان لما بيتقلي بيكش، فاحنا هنقطعه مكعبات كبيرة شوية بالظبط زي ما انت شايفة كده. هكمل تقطيع وارجع لك تاني. انا كده اهو قطعت البتنجان كله بالطريقة دي كده. هجيب الطاسة واحطها على النار، نار تكون عالية، واحط فيها زيت. هنزل في الطاسة بتاعتي بشوية زيت. احط الزيت على اساس ان انا هقلي فيه البتنجان وهعمل في نفس الطاسة بعد كده الخلطة، يعني تعتبر الاكلة دي اكلة الطاسة الواحدة، مش بتاعت مواعين كتير. هنزل اهو بعد الزيت ما اتقدح، هنزل عليه بالبتنجان بتاعي اللي انا مخرطاه مكعبات. الأكلة دي ممكن تعتبريها أكلة من أكلات آخر الشهر، ممكن تعتبريها غدا خفيف، ممكن تعتبريها عشاء سريع، ممكن تعتبريها من الأكلات المنقذة. أدي كده البتنجان بتاعي اتقل أهو. هطلعه، أنا مش عايزة أغمقه قوي عشان ما يغمقش معايا الأكلة بتاعتي، عايزة يبقى لونه ذهبي كده. كده أطلع أهو البتنجان بتاعي. بالطريقة دي كده. أيوة. هنا بقى في نفس الطاسة هنزل ببصلاية متخرطة صغير. اخلي بس اقلبها كده شويه تبقى لونها شفاف بس كده، مش عايزاها تغمق. هنزل عليها اهو فصين توم مفرومين، وبعد كده قرنين فلفل حامين. مش حباها سبايسي عادي اعمليها بفلفل رومي، بس معروفه مسقعه يعني سبايسي، بس عادي انت عايزاها مش حراقه فحطي فلفل رومي. وبعد كده هنزل عليها بقطيتين متخرطين، بسيطه خالص ما فيهاش اي افتكاسات. هنا بقى هوطي على العين بتاعتي، اي العين هوطي عليها علشان القوطة بتاعتي تتسبك على الهادي ما تتلسعش، وهغطيها واسيبها تتسبك شوية. تمام كده. تمام. هنا اهي القوطة بتاعتي اتسبكت. هجيب بقى هرسة البطاطس، هجيب شوكة، هجيب كعب كوباية، اي حاجة اهرس بيها التسبيكة بتاعتي دي. هرسيها كويس قوي.
مش في كده حاجه مضايقاكي كده اهو، طلعي غلك فيها، هرسيها كده. هنا بقى هنزل بكوبايه ميه صغيره عشان التسبيكه بتاعتي جمدت، فانا هديها كوبايه صغيره ميه بالظبط. هنا بقى هبدا احيق الخلطه بتاعتي. انا ما حطيتش اي حاجه في التوابل لغايه دلوقتي. هنا بقى هبدا احيق. طبعا احنا متفقين اي حاجه فيها طماطم لازم احط فيها معلقه صغيره سكر عشان تعادل حموضه الطماطم، والملح حسب الرغبه. هنزل بالملح بتاعي انتي وحيائك بقى، وشويه صغيره فلفل اسمر، شويه صغيره كمون، ومعلقه صغيره بابريكا. بس كده كده تمام. تمام. نقلب بقى الخلطة دي كده مع بعض، وهي غليت كده معايا. هنا بقى كده هنزل عليها بالبتنجان اللي انا سبق وقليته. بالظبط. بالظبط كده. هقلب بقى كده الخليط بتاعي ده كده مع بعضه، وهسيبه بس يتشرب حاجة بسيطة. بالظبط كده. هنا بقى انا جايبه بيضتين علشان احنا فردين اللي هناكل، انت عايزه تزودي زودي براحه راحتك. وهنا بقى ايه، هحفر حفره كده واروح نازله بالبيضه. بالظبط. هحفر الحته تانية واروح نازله بالبيضه برضو. انت عايزه تعملي بقى عدد البيض اللي انت عايزاه. انا هنا عملت بيضتين عشان احنا فردين بس اللي هناكل، ومش ما بنحبش يعني الاكله دي لما بتبات. طبعا البيض احنا كلنا عارفين لما بيتسخن ما بيبقاش حلو، فالاكله دي بتبقى في ساعتها يعني ما تحاوليش ان انت تبيتيها وتسخنيها. وهنا هنزل بشويه فلفل اسمر فوق البيضايه. لما البيض بدأ كده يخش في السوا بسيط، ما يكونش استوى قوي، اجيب جبنه موتزاريلا وهنزل عليه بيها كده فوق الوش. انا هحط في نص القلايه بس لان جوزي مش بيحب الجبنه الموتزاريلا، ملوش في الجبن، فانا هحط في الجنب بتاعي انا اللي انا هاكل منه، هحط بس في الجبنه الموتزاريلا. اللي مش حابب جبنه موتزاريلا عادي ما يحطش، بس هي طبعا بتوديكي في حته تانية خالص. وهنا هغطيها لغايه لما الجبنه بتاعتي تسيح والبيض يكمل سواه. تمام. قولي تمام. بالظبط كده. بصي بقى الشكل، اوعي. اللهم بارك، ما شاء الله، اللهم بارك. اكله ولا اروع، اكله تحفه والطعم حكايه. ياي. بصي بصي مطه الجبنه، بصي حطيها كده في لقمه. ايوه. الله. يلا افتحي بقك، افتحي بقك، يلا هم. يا خراشي على الجمال، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه. بس ما تنسينيش سبسكرايب، لايك، شير عشان الفيديو يترفع ويوصل لاكبر عدد ممكن، وكمان كومنت يفرحني ودعوه حلوه، وجربيها واكتبي لي في الكومنتات طلعت ازاي، واكيد من ايدك هتبقى احلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.